بدأت كل حاجة في أول أيام العيد، ساعة ما هجمت مجموعة من الأشرار التابعين لعشيرة الشياطين على عشيرة السيف الأبدية. بدأوا يقتلوا في أهل العشيرة دي وجميع العشائر اللي حواليها، لدرجة إنه ما كانش في حد قادر يقف قصادهم أيا كان مين هو. فعشان كده عشيرة السيف قررت تجتمع وتعمل آخر حاجة ممكن تكون سبب في هزيمة الأشرار دول، بيبلغوا بيها أحد أقوى أعضائهم وأشدهم بئسا، المحارب الأسطوري شين فانتوهاي. بيهرب من المكان بسرعة من غير ما حد يشوفه او ياخد باله ان هو اتحرك من الاساس. الواد ده نينجا بقولك، لكن الاشرار عرفوا بالموضوع ده بسرعة، لذلك قرروا ما يسكتوش عن اللي حصل. فدي اول مرة لهم يفشلوا في اداء مهمتهم على اكمل وجه، الا وهي الاغتيال. مش بعد كل السنين ديت يعني حتة عيل بشخة هو اللي يفضحهم ويكشف سرهم للعالم، عشان كده قرروا يقتلوه في اسرع وقت ممكن. زعيمهم بيقول لهم اقتلوه يا شباب، ده راجل واحد حتى مش حوار هو يعني. بالفعل بيتتبعوه من مكان للتاني وبرضه ما قدروش يمسكوه. مش بقولك نينجا يابا، هو احنا هنهزر ولا ايه؟ المهم انه في وقتها كان قد وصل لاحدى القرى الريفية البسيطة والمعزولة فوق قمم احد الجبال. الواد اخيرا هدي وافتكر نفسه في امان وكل حاجة خلاص انتهت. لكن هل انت فاكر ان كل حاجة فعلا انتهت؟ اما انت غلبان بصحيح. الواد ما بيلحقش يخلص الجملة وبيلاقي اللي بينزل عليه. سحقا يا جماعة، دول اعضاء منظمة الاغتيال. بيظهروا بعدها الثلاثة دول، وزي ما هو واضح كده باين ان قوتهم جبارة ومختلفين عن الباقي. شكلها دي نهايتك يا نجم. بيهجم عليه، لكن شين بيلحق نفسه على اخر ثانيه وبيصد ضربتهم. لا 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 لا، ما انت جامد اهو يا عم، امال مالك كده؟ امال بيبص حواليه وبيلاقي اللي بيصدمه. ايوه دول محاوطينه من كل اتجاه، لكن هل ابننا شين هتفرق معايا زماله؟ لا 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 استحاله. بينزل فيهم يمين شمال شمال يمين، واللي يحصلني يكسرني يا بني ادمين. بيكسروهم واحد ورا التاني. واقبل يا غالي لو عاوز تاني تعالالي. لسه كان هيمشي لقى اللي واقف قدامه اقوى اعضاء عشيرة النينجا. يا للهول، يا نهار ابيض، اللي بيحصل ده كسح اسطوري بكل المقاييس. شكل نهايتك قربت يا عم شين. بيكلمه بعدها احد الاعضاء وبيقول قول لنا على مكان السيف الاسطوري اللي بجد. يلا احنا متاكدين بل متيقنين ان اللي معاك ده المزيف. وقد بدأنا. بيقول انجز يلا، قول لنا على مكان السيف وهنقتلك من غير اي ألم صدقني. ولو فكرت تتذاكى او تعمل اي حاجة كده ولا كده هنقطعك بتحطة وهنغذي سعفان واخواتك بيك. شين قال له ماله يا غالي، انا كده كده ميت. فباختصار هاتوا اخركم كده، لان سيدتي طلبت مني معرفش حد بمكانه ولو كانت حياتي على المحك. قلتها لكم مرة ولكن مش مشكلة، هكررها من تاني عشان شكلي كده عندكم مشكلة في السمع. هاتوا اخركم وبرضه مش هتقدروا تعملوا اي حاجة. الله الله الله، ايه الجمدان ده كله يا واد؟ الواد اللي من عشيرة النينجا بيتعصب جامد. قال له جهز بقى عشان ادوقك طعم سيفي وهقتلك حالا ودلوقتي. قال له تعالى، لكن فجأة وقبل ما يعمل اي حاجة بتظهر البنت دي وبتهجم هي بداله عليه. قال له طب ما تفهمونا كده في ايه؟ البنت واللي بنعرف اسمها ياو بالمناسبة كانت عاملة شغل عالي وفشخ الواد حرفيا، لكن شين مش سهل يا ماما. بيصد هجماتها وبيحاول يتفوق عليها، لكن ياو كانت رشيقة لأبعد الحدود. بنت من عشيرة النينجا بقى نعمل ايه؟ بتقرر تنهي المهزلة دي وبتقول ما بدهاش بقى، بتنط لفوق وبتفعل قوة سيفها الأسطوري. فجأة كمية إبر مهولة في المكان، يا سواد من أي البنيلة، بيتهاجموا بيه كلهم دفعة واحدة والواد ما بيقدرش يصد ولا واحدة فيهم. بيقول دول شوية إبر يعني مش حوار هو. أيوه ده إيه الحزن ده؟ الواد ما يعرفش إنها سامة للأسف، بس بعدها بيحس بدوخة وضعف شديد جدا. ساعتها شين بيتصدم، أدرك أخيرا إن الإبر اللي اترمت عليه طلعت سامة وخلاص كده هيموت ويودع صحابيقة. لكن أعضاء عشيرة السيف الأبدي مش بيموتوا بسهولة كده يا ماما. أيوه أنا لو هموت هاخدك معايا يا ياو. بيغمض عليه وحين هيكشف لنا الستار ويزيح الغبار لنرى أقوى تقنياته، تقنية البرق الأسطوري، التقنية الأقوى والأفضل من حيث الهجمات والمرتدات. بينزل بيها عليهم كده خلاص. دي مش ياو بس اللي ماتت، دي هي وكل اللي معاها كمان. يا إلهي قوة جبارة فعلا.
وقبل ما تنجرف والحماسه تاخدك ايها الصديق، احب اقول لك ان شيء مش بطل قصتنا ولا حاجه. ايوه انت سمعت صح. هتقول لي امال مين البطل لما مش هو ده؟ هقول لك انا يا زميلي، شايف انت الواد الغلبان الكحيان اللي هناك ده؟ اهو ده بقى بطلنا دينج دونج هو يونج، مراهق بسيط غلبان على قد حاله شقيان، واللي في جيبه مش ليه، مالوش في الصياعه ولا البنات ولا سكك الشمال ولا يحزنون. كان رجع للبيت بعد شغل متعب 16 ساعه كاملين وصعب على واحد في سنه، ولكن بيقول الحمد لله كيف اني لسه بخير وعايش حياتي بالطول والعرض. بيفضل ماشي لحد ما بيوصل للمكان الغريب الذي تفوح منه رائحه الدماء. المكان متدمر تماما وعشرات الجثث كانت مرميه على الارض، كلهم ميتين ومفيش امل من انقاذهم. الا وفجاه بيلاحظ ان في واحد منهم على قيد الحياه، وهي ياو. وها نحن نبدأ من جديد. البنت بتتمايع وبتتمرقع عشان توقع الواد وتلعب على الأوتار الحساسة، بتترمي في حضن والواد طيب خالص مالس يا جماعة. البنت بتصعب عليه فبيقرر ياخدها معاه ويعمل كل اللي يقدر عليه عشان يقدر يحافظ على حياتها، لكن دي للأسف هتكون أكبر غلطة عملها الواد ده في حياته. الغلطة دي هتدفعه ثمن غالي جدا وممكن حتى يندم عنها طول عمره. فهو ما يعرفش مين البنت دي بالظبط، ولكن طيبة قلبه هي اللي خلته ينقذها وياخدها معاه. بعد ما بطلنا دينج المغفل وصل لساحة المعركة وشاف المجزرة اللي حصلت قبل شوية، بيكتشف ساعتها ان البنت دي واللي كانت الناجية الوحيدة، وزي ما قلنا هتكون الغلطة اللي هتندمه طول حياته. بياخدها معاه فعلا لبيته وبيعالج جروحها. بيعدي الوقت بسرعة وخبرات دينج العلاجية قد اتت بثمارها بالفعل، والبنت فاقت اخيرا، لكن اول ما بتفوق بتكون خايفة جدا منه. دينج قال لها لا 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 ما تخافيش، انا اللي انقذتك اصلا ومستحيل اذيكي. يا قالت له تمام، لكنها حست ان وراه سر كبير. سألته عن اسمه وقال لها اسمي دينج الجامد الدنجوان اللي عمله اللي لسه هيعمل قلبان. ريحي بقى يا ست البنات على ما اجيب الدواء ليكي. بيتحرك ناحية اقرب دكتور موجود في القرية هنا، لكن ساعتها بيقابل احد الاشخاص اللي دينج مديون ليهم. الواد ما كانش عاوز يحل دينج باي شكل من الاشكال وكان عاوز فلوسه. دينج بيقول له انا عندي حالة خطرة جدا فنشوف الموضوع ده بعدين. بيحاول يجيبه يمين يجيبه شمال، والشخص ده اللي في دماغه وبالمناسبة اسمه باو. بس هو انت فاكر ان دينج مش هيعرف يتصرف ولا ايه؟ لا والله الطفل ده بيعمل الواجب وزياده حبتين ثلاثه معاه، ولو بتسال عمل ايه فهو لبى نداء الطبيعه وخلى منظره زي العره بالظبط. بيقول لي دينج بعدها اتحرك يا صاحبي وما تعولش هم العجل ده. عسل الطفل ده والله يا جدعان. وفعلا الواد مش بيكتب خبر وبيروح للدكتور على طول، بيشرح له الحاله المرضيه اللي عندي ياو وبياخد منه الدواء اللي ثمنه غالي جدا، لكن كله فدا الموز ياو بقى يا صديقي. ساعتها في شيء من جوه هدومه بيظهر اشبه بسيف غريب كده. الدكتور حس ان هو يعرف السيف الغريب ده، لكن دينج بيخبيه جوه الهدوم وبيتحرك على بيته. وفي ذلك الوقت عشيرة الشياطين وصلت على مكانهم وبتدور على ياو. بيوصلوا للقرية وهوب بدون اي مقدمات بيقتلوا الناس بلا رحمة، قتل وسفك دماء القرويين الابرياء. حرفيا مش بيفرق معاهم اي حد او اي حاجة، سواء كان عجوز طفل راجل او ست، بيقتلوا اي حد بيقف قدامهم. وفي ثواني تخريب وتحطيم في القرية، ومشهد من اصعب المشاهد اللي ممكن تشوفها في حياتك. وقتها احد قوات العشيرة بيلاقي ياو، بيقول لها عاملة ايه يا ست البنات؟ هتيجي معانا بالذوق ولا نلجأ للعافية؟ البنت حرفيا اترعبت بكل معنى الكلمة. وقتها باو كان مع مراته والطفل ده تحت البيت مستخبيين، لكن سيف بينزل فوق راس مراته بيفرتكها. يا نهار ابيض، مش معقول اللي بيحصل ده. باو حرفيا في اوج صدمته، مش فاهم ليه كل ده. بيهرب هو وبياخد الطفل ده عشان يبقى على حياتهم، لكن ولاد الهرمة مش هيسيبوك في حالك يا صاحبي. بيفقعوه سهم بيصيبه، بيقع على الارض ومش قادر يتحرك. بيقول للطفل كمل انت وحافظ على الحياة اللي منحتها لك يا صاحبي، وبعدها بيحدفوه بسيف بينزل عليه يجيب اجله. حرفيا الطفل مرعوب وخلاص فقد الامل في النجاة، لكن دينج بيوصل في اخر لحظة للمكان. اهو جالكم يلا خبوا عيالكم. الطفل لسه هيروح لاحضان دينج، لا اللي كان مستنيه ايوه سهم اترمى في ظهر الواد وقتله بلا اي رحمة. ده الرعب ده يا جدعان. دينج اتصدم مش مستوعب مش مصدق ايه كل ده. بيبص حواليه لقى القرية اتقلبت رأسا على عقب وكل اللي فيها اموات بأبشع طريقة ممكنة. قائد العشيرة بيضحك له ودينج مش بيستحمل المنظر، بيترعل عشان يأذيه. لكن انت بتعمل ايه بس؟ الغلطة اللي انت كنت السبب فيها هي اللي موتت كل اهلك وناسك. يو بتتصداله، وفعلا صدق اللي قال خير انت اعمل شر تلقى. بقى يا بنت المرة تهاجميه بعد اللي عمله علشانك؟ معقولة بعد ده كله تقفوا قدامه ولا همك؟
ده هم اللي اختشوا ماتوا ولا ايه؟ دينج ما بيلحقش يتصدم يا عيني ويلاقي بنت الهرمه بتطعنه. الواد مقهور بمعنى الكلمه يا عيني، ولكنه بيفارق الحياه. وبعد تلك الليله المروعه والاحداث المفجعه بنشوف الملك ده مجتمع مع احد كبار القاده عنده، بيعرفه بكل حاجه وعن المجزره اللي حصلت في قريه دينج وسعي عشيره الشياطين لاخذ سيف التعذيب الاسطوري. الملك ما كانش عاجبه الكلام ده كله، وخصوصا ان عشيره الشياطين بدأوا بتمرد. الشخص بشعر ابيض ده والذي يدعى وانج بيستأذن الملك في انه يتدخل في حل المسألة دي، لان اكيد ده هيأثر علينا على المدى البعيد احنا كمان، فلازم نسبقهم بخطوة قبل ما عشيرة الشياطين تفكر تغدر بينا. الملك قال له اياك تتدخل، انا ارسلت عميلة سرية هتتعامل معاهم. وانج ما كانش مرتاح لكلام الملك بس ما يقدرش يعمل حاجة حاليا، فبينفذ كلامه. وفي هذه الاثناء بنرجع لدينج من تاني، كان بيحلم انه في مكان مظلم مفيش اي حاجة حواليه، مفيش غير حاجة واحدة بس، كل الاشخاص اللي ماتوا في الحادثة الاخيرة. لكن اللي ما كانش يعرفه ان الباقي من اعضاء عشيرة السيف انقذوه، بيحاولوا ياخدوه عند السيدة بتاعتهم عشان تشفي الجرح بتاعه بسرعة. دينج كان بيتألم بطريقة فظيعة لكن بيوصل بسرعة لهناك. نائب عشيرة السيف بيقول للقائدة الواد ده حالته خطرة جدا، بس اللي مجننه مش فاهمه الصراحة ان اللي جرح دينج بسيف شخص يعتبر ما انقذه او اذاه. اوبا، لا يكون يا وراه حاجة ولا ايه بالظبط. لكن القائدة اللي تدعى تشي بتقول لهم مش مهم دلوقتي، اهم حاجة الواد يتم انقاذه بسرعة. نائب القائد قال لها تمام، انا رايح ادور على مساعدات باسرع وقت ممكن عشان ما نتعرضش لهجوم تاني. بياخد اعضاء عشيرة السيف وبيتحركوا فعلا، وفي الاثناء دي بنعرف ان تشي مش سيدة عادية، دي طفلة حرفيا. والله زي ما بقول لك كده يا صديقي، تشي بتحاول تستعمل القدرة العلاجية عشان تشفيه بس مفيش فايدة، فبتقرر تستخدم حاجة ممكن تندم عليها. بتقرر تستخدم السيف الاسود الملعون، فاول ما بتحط السيف على جسمه على طول بيستجيب ليه، بيلحم كل حاجه في بعضها وبيتعالج في ثواني. شي ذات نفسها مش مصدقه ازاي كل ده حصل بسرعه، لكن في الاخر بيغمى عليها للاسف. وفي الوقت ده الاشخاص المتبقيين من عشيره السيف كانوا بيتجولوا في الغابه دي، لسه بيقولوا يا هادي عشان يبداوا يعدوا الغابه. لا ابشع منظر ممكن تنظر اليه عينك، جثث الكراوين بتتحرك من تلقاء نفسها ولا كأنها مسيطر عليها، او بمعنى اصح اتحولوا لزومبي. اعضاء عشيرة السيف بيحاولوا يتصدوا للزومبي، لكن وبسبب كثرة عددهم اعضاء العشيرة بيموتوا. يا الهي، دي شكل الحكاية دي هتولع يا صديقي. وفي الوقت ده بنروح لعشيرة الشياطين، بيوصل لهم اوامر بتقييد ياو والحكم عليها بالاعدام. القائد استغرب من الطلب ده لكن بيضطر ينفذ الامر ويقتل ياو اللي كانت جوه المركبة دي مربوطة بسلاسل وخلاص مفيش مهرب ليها. نرجع بقى لتشي من تاني اللي فات من الغيبوبة وكان بيها دينج مغمى عليه، بتحاول لسه تستدرك الوضع وايه اللي حصل. لقيت النائب بتاعها قدامها، ايه ده انا جيت لي هنا، بس ده مش النائب بتاعها ولا حاجة، ده زومبي بيهجم على تشي لكنها بتتفاداه. بتحاول ترجع لعقله بس خلاص اتحول لزومبي. لسه يخلص عليها، لا اللي مستنيه ايوه دينج لسه عايش يا زميلي. بيعافر مع الزومبي بشتى الطرق لكن الزومبي قوي برضه، بيرمي بطنه بعيد وخلاص هيدويه. بس على مين يا ساده؟ ده دينج الجامد اللي هيعمل قلبان. بيشتغل دماغه بياخد الكرسي ده وهوب واحده على دماغه بتفضيها له. طبعا دينج الغلبان مفكر ان الحكايه خلصت على كده، بس احنا لسه بنسخن بس. بيقتحم المكان العشرات بين المئات من الزومبي في المكان. دينج اتصدم يا عيني، بياخد الكرسي ده وبيهرب من المكان، لكن الصدمه الزومبي محوطين المكان من كل الاتجاهات وخلاص مفيش قدامك غير انك تحاربهم يا زميل. شي كانت خايفه على الاخر وتطلب من دينج المساعده، وفي وقتها دينج بيفتكر ان المشهد ده نفس اللي حصل في الطفل التاني، كان خلاص هيوصل لدينج بس مات في الاخر. دينج افتكر من هنا وتعصب على الاخر واتجنن وما عادش شايف قدامه. الذكر فيكم يجيلي، انا دلوقتي مش هيشغلني العدد ولا اي حاجه، طول ما انا عايش مش هسمح ان حد يلمس شعر من البنت دي. بيمسك العصايه الدبلانه اللي معاه وبيقتل فيهم يمين في شمال، وحرفيا عامل الواجب بزياده معاهم. بس لامتى يا صاحبي؟ خلاص كده ده اخرك، العصايه اتكسرت وانت ذات نفسك تعبت.
بيدرك الامر الواقع وانه خلاص كده ميت. بياخد البنت الصغيره في احضانه وبيقول لها انا اسف اني ما كنتش قد توقعاته وكنت عديم الفايده، اسف اني ما قدرتش انقذك. بيغمي عيون البنت وخلاص بيستسلم. لكن هل انت مفكر ان الوضع هيخلص على هذا الحال؟ لا 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 والله. نور براق غريب بينزل من السماء بيقتل كل الزومبي، ليظهر من بعدها 2 جامدين جدا، ودول من مساعدين الانسه تشي. بيتاسفوا عن التاخير وبيستاذنوها يكملوا في اباده الزومبي لان الوضع حالا تحت القلق وداعي للسيطره. نرجع بقى ليوم تاني، كانت مربوطه في المكان ده اللي اشبهه بسجن، قدامها احد قاده عشيره الشياطين وبالمناسبه اسمه تشاو. قال لها مالك يا ست البنات زعلانه ليه؟ ده حتى القائد الاعلى كان عاوزني اقتلك بس انا قلت لا 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 حبيبتي يا ما اقدرش افرط فيها ابدا. انا عندي استعداد احررك حالا بس بشرط، والشرط هو انك تتجوزيني. هسيبك شويه تفكري وبعدها ارجع لك تاني. تشاو بيقفل الباب من هنا وعينك ما تشوف الا نور من هنا. ياو بتفعل قدرتها الخارقه وبتجمد المكان، بتقدر تحرر نفسها وبتقتل في الجنود يمين في شمال. الجنود التانيين خلاص هيقفلوا الباب لكن تشاو بيقتلهم هما الاتنين. طب ليه يعني؟ بيقول لهم سيبوا ياو في حالها، دي بتاعتي انا ومراتي المستقبليه. ياو قالت له في احلامك يلا، بتهجم عليه وبتجرحه جرح خفيف في رجليه. الواد اتعصب على الاخر، اداها واحده بوكس طلع كل اللي جواها. بيقول لها مالك يا روحي انت اتاذيتي؟ سلامتك يا قلبي، خدي بالك المره الجايه بقى. ياو ساعتها بتغفله وبتجمده بقدراتها الخارقه، بتستغل الفرصه وبتهرب من المكان. تشاو ساعتها اتعصب على الاخر وبيدمر سحر الجليد، وشكله كده مش ناوي على خير خالص من ناحيه تشاو نهائيا. نرجع بقى لدينج من تاني، كان متعصب على الاخر بسبب ضعفه الشديد. فاللي حصل امبارح وقت ما الاتنين دول انقذوه من الزومبي ان البنت دي ومشاعر ازرق واللي اسمها سو قالت ان السبب في مقتل قريتك يا دينج هي تشاو. دينج فهم ان عشيرة الشياطين هم السبب في الخراب ده كله. لكن بعيدا عن كل ده، هل انت مؤهل يا دينج انك تشيل السيف؟ الواد بعصبية قال لها ايوه، انا هنتقم من كل اللي كانوا السبب في موت اهل القرية، والا لما هموت هقابلهم ازاي؟ بس تنتقم ايه بس؟ سو بتعمل له حركه بتخليه يريح مكانه. قالت له لما تقدر تثبت نفسك قدامي ابقى تعالى لي. ولحد دلوقتي لسه الموضوع ده شغله. المهم يا عم صديقي، دينج بيخش صاله القمار دي، بيلاحظ شخص كده مشكوك في امره، كل ما يلعب يكسب، حرفيا اي جوله بيخش فيها بيكسبها. دينج بيفهم هو بيعمل ايه لحد ما بيطب على الشخص ده ال3 العمالقه دول. قالوا له يلا بقى يا حبيبي بره من هنا والعب بعيد. قال لهم انتوا مش عارفين انا مين؟ ده انا هونج الفشيخ الجمدان، اسال عني وهقولوا لك جامد يا مان. الشخص ده قال له خلصت بيت الشارع بتاعك يا اخويا، دوق طعم سيفي صدقني هيعجبك. ادوق طعم سيفك ايه بس؟ ما تصلى على النبي، ده شيطان دخل ما بيننا يا اخويا. الشخص ده قال له تمام، بما انك مش راضي تخرج بالذوق فانا هجيب لك سيدة القرية دي تخرجك. وكل ده وصاحبنا دينج بيراقب من بعيد. وفي الوقت ده شي كانت قاعده مع سو ابو كرش التاني ده. سو بتسألها عن سبب تحول الكراوين لزومبي. شي وضحت ان كل ده بسبب حاجة واحدة بس، وهي قدرة الاستيلاء على الجثث. باختصار كده في شخص بيقدر يسيطر على الجثث وبيحركهم كالدمية. بس يا ترى مين الشخص القادر على انه يعمل الحركة دي؟ بيقطع تفكيرهم صاحب محل القمار وبيطلب مساعدة الانسة تشي. البنت فعلا بتخرج لبره، لقيت هونج قدامها. هونج استغرب، بقى انت السيدة تشي؟ اتشرفت اني قابلتك، بس هما مين الاطفال اللي جنبك دول؟ سو اتعصبت، قالت له اقف مع وجه واتكلم عدل، انت عارف انت قدام مين يالا ولا ايه؟ هونج قال لها ولا عايز اعرف، بس صحيح جايبيني ليه بقى؟ سو قالت له هقول لك ايه، اوان بتهجم عليه لكن البنتين دول بيقفوا قدامها. سو بتمسك ايد واحده فيهم، لكن المفاجاه يا صديقي ان سو مش بتحس بنبض نهائي منهم. البنات بيحاولوا يغدروا بتشي لكن ابو كرش بينقذها. سو بتستغل الفرصه وبتدمر البنتين دول اللي بيطلعوا في الاخر دمى متحركه من الخشب. يا حلاوه. هونج ما كانش عارف يعمل ايه فقال تعالوا نلعب لعبه. مسدس السهم ده من 5 طلقات، هنستخدم سهم واحد وهنتنافس مع واحد فيكم بس، ولو انا مت فكلب وراح، لكن لو انا اللي كسبت فانا هاخد مبلغ وقدره، غير انكم هتسيبوني في حالي. الكل كان خايف يخش قصاده لانه ملك الحظ الا واحد بس، الوحش العنيف الاسد المخيف اللي هيكدب زي الحريف. دينج يا ساده بيقول له هونج تعالى يا قلبي انا جاهز العب قصادك. سو قالت له اياك،
هتموت يلا. دينج قال لها ما تقلقيش انا هتصرف. اقول لك يا هونج هبدا انا. بيضرب الاولى وبتطلع فاضيه، هونج التانيه وطلعت فاضيه. دينج مش بيهمه بيضرب التالته وفاضيه، هونج الرابعه وفاضيه برضه، وكده الاخيره دي جايه خلاص لا محاله. هونج قال له خلاص انا كسبت مالش لازمه انك تضرب خلاص. دينج قال له ليه بس يا عم مالك خفت كده، القوانين قوانين انا هضرب حالا. لسه يمسك الزناد لا سو بتلحقه. قالت له انت عبيط اياك تعمل كده. دينج قال لها ما تقلقيش دي فاضيه يا ستي. حتى بصي بيضرب الطلقه الاخيره وهوب مفيش حاجه. الله هو في ايه بالظبط؟ دينج بيتحرك ناحيه هونج لكنه بيرميه في الجدار. قال له انا افتكرتك مميز يا دينج بس شكلك ضعيف على الاخر. دينج قال له بس حتى بص كده، بيلاقي السهم اللي كان مخبيه جوه معطفه موجود مع دينج. هونج استغرب بيبص كده ملقاش حاجه. يا ابن اللعيبه يا دينج غفل صاحبنا واثبت انه غشاش. هونج بيعجب بذكاء الواد ده. قال له اسم الوحش ايه؟ قال له دينج. اتمنى تفتكر الاسم ده كويس. هونج قال له ما تقلقش مش هنساه غير لما اخد حقي منك، بس حابب افكرك في حاجه بس ممكن تبص على جسمك كله كده، هو مفيش حد فيكم حاسس بحكه ولو بسيطه. دينج بيبص بيتصدم، ده بيلاقي جسمه في عدو الزومبي وخلاص كده يعتبروا ماتوا كلهم، مفيش حد عنده منهم، وهونج هو اللي زرع لكل واحد العدوى السامه دي. يا ترى هيعملوا ايه بالظبط؟ وفي هذه الاثناء كانت شاو بيعاقب احد السجناء وبيقول لها انت حاولت تهربي مني يا مغفله وما تعرفيش انا اكون مين بالظبط، بس بسبب كده حبي زاد ليك اكتر عشان كده خدي دي، وبيخلص عليها بدون ادنى شفقه. يا ترى دي هي ياو ولا مين بالظبط؟ وبعد كل ده تشاو كان بيدمر في احدى الكرة المجاورة بحثا عن ياو وسيف التعذيب الاسطوري، بس طبعا هو بالنسبة له ياو احسن. ما علينا، تشاو حرفيا فجر المكان بكل معنى الكلمة، تكسير وتدمير حرفيا مش راحم حد. نرجع بقى لدينج وفرقته من تاني، خلاص قرروا انهم يلموا اهل دينج بعد ما اثبت نفسه قدام ملك الزومبي. الجو ما كانش افضل حاجة وكل شوية زر لهم خازوق شكل لحد ما بيتعبوا فبيروحوا للمدينة دي، بس زي ما انت شايف يا صديقي المدينة جامدة ومصروف عليها بريمو يعني، ومعنى ان المدينة بالشكل ده يعني الاسعار نار يا صديقي. فبسبب كده دينج واللي معاه مش بيعرفوا يشتروا غير الخبز ده. دينج لسه هيشتكي لا سو بتروقوا، الواد من بعدها ما بيفتحش بقه نهائي، لكنهم بيسمعوا صوت شخص مألوف عامل ضجة في المكان اللي جنبهم، فبيروح يستكشفوا المكان. لسه بيشوفوا مين؟ لقوا عمك هوانج يا صديقي. لا 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 لا، هو انت سبت قريتنا ورحت تخدع واحدة تانية؟ فهوانج يا صديقي كان عامل مزاد على سيف كده، بيقول لهم السيف ده اسطوري، السيف ده جامد فشخ بيقتل بضربة واحدة مش بيتكسر. بص ناس ينور في الضلمة ويضرب ليزر، وبص يا باشا كل اللي قلبك يحبه. سو قالت له يا ابن النصابة سيف اللي ينور في الضلمة ده، انت كداب يالا ومش هتضحك على حد تاني طول ما احنا موجودين، وبتكسر له السيف على طول. هوانج قال لهم ايه الحلاوة دي؟ هو انتم ورايا يا حبايب قلبي؟ ابو كرش لسه بيتحرك عشان يجيبه، لا هوانج مغلفه وبيهرب بسرعة. الواد بيطمن على الفلوس اللي معاه، لا هوانج خد كل فلوسه، بيروح وراه بسرعة قبل ما يختفي. بس هوانج مش سهل برضه، بيتحرك ناحية المكان ده وبيدفع ضرائب الدخول. دينج واصحابه لسه بيقولوا الراجل الامن دي فلوسنا يا عم، لا هوانج دخل اصلا، بيحاولوا يدخلوا المكان مش عارفين. طب هيعملوا ايه؟ بيتنكروا على انهم خادمات في المكان وبيدخلوا هناك فعلا، بيلاقوا هوانج لكنه بيهرب بسرعة. يا عم ارحم اهلي بقالك ساعة بتجري مننا ما تهمت بقى. طول الوقت بيلحقوا بعض لحد اخر اليوم. هوانج خلاص اتحشر جنب الجرس ده ومش هيهرب تاني، بيقول لهم مكانكم لفجر نفسي. دينج مش بيسمع عليه وهي واحدة بالرجل بتعميه، بيرزع في الجرس الكبير ده وبيجيب له ارتجاج في المخ، مش بيلحق يفرح يا عيني، لا القنابل خلاص هتنفجر في وشه. سو بتستجيب للوضع وبتطير ناحية بطلنا اللي بيقع فوق المكان ده ناحية البحيرة. دينج مش بيجرى له حاجة لكنه مش لاقي سو، بيبص تحت لقاها مغمى عليها فبيشيلها بعيد وبينقذها، وهنا بيسترجع الفلوس والدنيا تمام التمام. بيرجعوا بعدها للفرقة من تاني وبيستعملوا مسيرتهم في السعي للانتقام من قاتل القرية. لكن في هذه الأثناء كان ليانج مجتمع مع الملك. ليانج قال له ايه رأيك ناخد السيف الأسطوري، لأن اللي هياخد السيف ده هيسيطر على العالم، لكننا مش هنعمل كده، احنا بناخد السيف ونكسره. الملك حس بنية الغدر من ليانج فقال له انت مخطط لحاجة مش كده، قول لي ايه هي بسرعة لأن عارف خبثك يالا. ليانج قال له ليه بس كده، احنا مش كنا حبايب من شوية، بس من رأيي
رايك كده هتعمل ايه لو قلت لا؟ واتاري ان في جنود مستخبيين تبع ليانج عشان يغدروا بالملك، وشكله كده مش ناوي على خير نهائي. وبعد كل ده يا عم الصديقي بنرجع لدينج وفرقته من تاني. دينج ساعتها بيفهم ان احتمال تشاو يكون عند المكان اللي موجود فيه سيف التعذيب، فبياخدوا كل اللي هناك. بيلاقوا المكان ما فيهوش اي شخص والسكوت مال المكان، لكن فجأة ليظهر اللي كانوا متوقعينه، جنود عشيرة الشياطين في المكان. دينج احساسه كان صح فعلا، لكن ده مش شاغل باله خالص لان الغضب حاليا سيطر عليه. وازاي هيسكت وهو شايف اللي قتل اهله وناسه؟ سو بتستغرب من ملامح دينج، بتساله انت عارفهم؟ دينج قال لها هم دول السبب في كل حاجه. سو ساعتها بتشد السلاح، ومن الاخر اللي هيقابلها هيرتاح. بتخبط فيهم يمين وشمال، واحلى مسا عليك يا خال، ابلع يالا. بعدها الكل بيخش تخبيط في عشيره الشياطين بما فيهم دينج، لكن بسبب العدد الكبير مش بيقدروا يسدوا معاهم، فبيطلعوا السلام بسرعه والجنود وراكم. لكن ابو كرش اللي اسمه تشين بيقطع حبل السلم الخشبي ده وبيوقع الجنود من فوق. جنود الشياطين مش بيسكتوا وبيتحركوا من الناحيه التانيه. تشين بيحاول يعصر دماغه لحد ما بيلاقيها. هيفعل الفخاخ اللي بالمكان ده، بيضرب بالسهم على احد الفخاخ دي اللي بتفتح حفر بتبلع كل اللي تحتها. حرفيا الجنود بيموتوا من غير ما يعرفوا هم ماتوا ازاي، مفكرين الدنيا بقت تمام وخلاص الوضع بقى 100 فل وروقان. بس لا والله، بيظهر لهم القائد ذات نفسه، السبب في كل المجازر وقتل الابرياء، تشاو يا صديقي. يا حلاوه. دينج اول ما بيشوفه بيتعصب على الاخر، بيتجنن منه ومش بيمسك اعصابه، على طول بيهجم عليه. سو بتحاول تحذره لكن في خيوط بتهجم على تشي. سو بتصد الضربه على حساب جسمها وبتتثبت في الجدار ده. تشين هو كمان بيتغدر وخلاص ما عادش فاضل غير تشي. الواد المعدل ده بينزل عليه لكن البنت بتتفاداه، بس اللكمه حرفيا يا صديقي بتكسر الارض. بيمسك البنت بعدها وكده خلاص الكل باي باي الا دينج اللي كان بيهجم على تشاو، لكن الجنود بتتصداله. دينج بيعافر معاهم، بس انت بتعمل ايه بس؟ حرفيا الجنود بيثبتوه على الارض هو كمان. تشاو قال له عجبتني يالا، مش كنت عاوز تقتلني؟ مالك كده ريحت مكانك ليه؟ ده انت اضعف شخص قابلته في كل مواجهاتي ومعاركي. دينج قال له مش هسيبك يالا، حرفيا مش هقتلك مره واحده بس، انا هقتلك بعدد اهل القريه اللي ماتوا. اصبر بس يالا. تشاو قال له يا عم تنيل، ده انت قاعد قعده الكلاب دلوقتي من جنودي وعاوز تقتلني. دينج ساعتها بيعافر مع الجنود اكتر واكتر وبيقدر يفك نفسه، لسه هيغدره. لا تشاو ده رجل ريحه مكانه. مش قلت لك يا ابني مفيش مستوى؟ اركن بقى تمام. او اقول لك ما تيجي نتسلى شويه، هكسر لك دراعاتك الاتنين. بيمسك دراعه بيلوهوله. دينج بيتوجع من الالم بشده وتشاو متمزج على الاخر. تشاو ساعتها بيمسك بطانه بيخنقه، بيقول له ها عرفت فرق مقامات القوه اللي ما بيننا؟ انا عارف انك جاي تنتقم وتعطلني على اني اخد السيف، بس عشان تاخد السيف لازم تكون متوافق معاه، بمعنى ان في اوضه ناريه تحتهم بالظبط لازم ترمي نفسك فيها، ولو السيف توافق معاك ساعتها هتنجو، لكن لو حصل العكس فانت هتموت خلاص مشوي يا عم الناس. بس ده مش فارق مع دينج خالص لانه بيموت هنا اصلا، وبكده دينج خلاص. لكن تفتكر ان هو هيموت يا صديقي؟ ما تقولها معايا يا عم. لا والله، سهام تلجيه بتترمي على تشاو فبيضطر يسيب دينج. وتخيل من صاحبة قدرة التلج دي يا صديقي، ايوه ومن غيرها يا والمهلبية، بتخش على شاو وبتبعد دينج عنه. شاو ساعتها بيتعصب، هو انت تعرفيه يا ياو؟ من نظرات عينهم بيعرف اللي فيها، فبيتجنن على دينج وبينزل عليه برجليه بيرميه بعيد. الواد بيقع من على المنحدر لكنه بيمسك في السلسله الحديد دي بسرعه، بيركز حواليه بيلاقي كل زمايله متكتفين وما عادش فاضل غير حل واحد بس، ان ادخل السيف بنفسي. سو هيتجنن، اياك تعملها، ده انتحار رسمي. بس دينج خلاص ما عادش شايف قدامه، بياخد نفس الاخير وابلع يا حزين. حرفيا نط جوه النار برجليه. شو هيموت على نفسه من الضحك، ده موت نفسه بنفسه. يلا كلب وراح هنعمل ايه بقى؟ يا الكل مصدومين، هو عمل ليه كده؟ لكن من اعماق وعي دينج بيتذكر ماشي مع شخص غالي عليه جدا، بيديله نصايح عن الحياه والسيوف الاسطوريه. وهوب دينج بيفوق، فعلا السيف بيستجيب ليه ومش بيتأذى نهائي. وبينما تشاو في قمة فرحته بيحس بحضور مرعب في المكان، حالة عمره ما شافها قبل كده، أرعبته هو والكل حرفيا. نعم يا سادة، ومن غيره ملك السيوف الأسطورية إنه دينج. بيطلع لهم من جوه النار بهالة مرعبة جدا وبسيف التعذيب الأسطوري. يا إلهي، ده شكل اللي جاي خراب على الكل. نرجع بقى لتشي والراجل المعضل ده. خلاص الشخص ده ما عادش فيه رحمه جواه وهيقتل البنت.
شي بتحاول تقاوم، بس يبص لنفسك ولنفسه الواد ياكل منك 7 يا ابني. وساعتها الواد بيهجم عليه، بس فجأة البنت بتختفي من قدامه. هو ما فيش غير السيف المظلم اللي معاها هو اللي انقذها. مش كده وبس، لا ده بيدافع عنها وبيكتف البغل ده. بس على مين يا حبيبي؟ العملاق ده بيفك نفسه بسرعة وبيكتف البنت، خلاص بيخنقها والبنت بتموت. وقتها السيف بيخرج عن السيطرة، فراشات سوداء بتظهر بغزارة والبنت شخصيتها بتتغير 180 درجة. بعدها الفراشات بتهجم على العملاق، ما بتخليش فيه غير فتات بس مش اكتر. وفي الوقت ده الشين بيتحرر من خيوط العنكبوت، بيتحرك ناحية سو بيحررها. لكن العنكبوتة مش هتسيبكم في حالكم، دي بتنط عندهم وبتوقعهم في شباكها تحت. سو وتشين مش قادرين يتحركوا، هو خلاص كده هيبقوا عشاء فاخر. البنت العنكبوتة ساعتها بتنادي لاطفالها عشان ياكلوا، وهو ما شاء الله العيال ملت المكان كله وهينهشوهم حرفيا. بس سو بتشغل دماغها وبتاخد السيف المكسور من تشين، وسبحان الله البنت بترمي السيف من مكانها، بينزل عند فتحة المفتاح دي وبتفعل الفخ ده. وساعتها البرج ده بيقع على العنكبوت وبيفرتكها. لا سحر ولا شعوذة، دي قوة تسليك الكاتب المعجزة حرفيا. ما شفتش كدبة قد كده الصراحة. والعناكب الصغيرة بترجع لحجرها من تاني، والدنيا متفل وروقان. وفي ذلك الوقت كان خلاص دينج بيخرج سيف التعذيب الاسطوري وهي قاتل بيه. شاو حرفيا مش مصدق، ازاي انت تكون المختار؟ مستحيل اللي انا شايفه ده. دينج قال له مالك كده خفت يا قلبي؟ ده احنا لسه بنسخن بس، ارجع يلا. دينج بيهجم عليه وللامانه بيسويه واحده كمان وخد في بطنك يا حزنان. للاسف الجرح كان سطحي ومش بيأثر في تشاو، لكن انت مفكر انه قوه لحظيه هتغلب خبره لعشرات السنين؟ اكيد لا. شاو ساعتها بيفوق له وبينزل بتقله، بيبدا يجري قوه دينج وبعدها بيبعد عنه السيف. واحلى مسا عليك يا دينج. اي نعم انا مستغرب ازاي السيف استجاب ليك، لكن برضه انت ضعيف يلا، لسه هيخلص عليه. لا يا واقف له بالمرصاد، هو ساعتها بتغدره بسيفها في نص بطنه. بس المشكله ان ده حتى مش محوق معاه، بيشيل السيف بايد واحده وبيقول لي ياو ليه بتعملي كل ده؟ ليه بتقربوا منه بالطريقه دي؟ اقول لك انا هقتلهولك احسن. البنت لسه هتستعمل قوتها الثلجيه، لقت القوه بتاثر على جسمها، ودي من الاثار السلبيه للقدره دي. ساعتها تشاو بيتجنن على الاخر، بيهجم على دينج مش رحمه، يمين شمال وهاتك يا دعك. دينج بيحاول يتصدى ليه بالسيف بس انسى يلا، حرفيا تشاو بيمرجحه. بيتحركوا ناحيه البرج العالي ده، وتشاو خلاص حاصر دينج، بيرمي من فوق البرج وخلاص دينج يعتبر ميت. لكن على اخر لحظه ياو بتمسك ايده وهي متعلقه على البرج. شاو بيقول لها هات ايدك بسرعه ما تنشفيش دماغك، بس ياو مش بيهمها الكلام ده كله، وبتسيب ايديها من على البرج ليسقطها ياو ودينج من البرج العالي لمنحدر الارض. شاو وقتها جن جنونه، صرخاته تملأ المكان، وخلاص كده فقد الامل في نجاة ياو. بعد كل ده دينج قدر يلحق بياو ودخلها جوه هذا الكهف. بعدها ولع نار وبيحاول يبعد عنها جو البرد بكل الطرق، لكن وللاسف بتتجمد بشكل كامل. ساعتها دينج بيقرر ما يسيبهاش لحد ما تفوق. وفي اخر الليل ياو بتفوق من التجمد اللي كانت فيه، بتلاقي دينج نايم بس ما فرقهاش ولا لحظه من ساعه ما اتجمدت. فساعتها بتفرح جدا. وتاني يوم بيلاقوا كوخ صغير فبيقعدوا هناك شويه، بيجيبوا اكل وبيظبطوا حالهم والدنيا عال العال. لكن وفي اخر الليل يا عم صديقي دينج بيفوق مش بيلاقي ياو، مش فاهم هي راحت فين. بيخرج بره يشوف مكانها، لقاها بتجري في المكان من شيء غريب. لسه هيتكلم لقاها وقفته. ليه بقى يا صديقي؟ ده لانها سمعت صوت سيوف في المكان، وفعلا كان في شخص بيحاول يهرب من مكان معين، لكن 2 من الخلف غدروه بسيف. الشخص اللي هيموت خلاص بيقول لهم مش هتفلتوا من فعلتكم، وعلى فكره ليانج هيعرف كل حاجه. ساعتها الجنود بتضحك من غباء ذلك الشخص، لان اصلا ليانج بعتهم يقتلوه ليسرب معلومات للشخص الغلط. الواد حرفيا بيتصدم، لكن اللي مرعوب بحق وحقيقي هي ياو ذات نفسها، لانها من نفس مملكه ليانج. ساعتها الجنديين دول حسوا بوجودهم، بس ياو لحقت الوضع بسرعه وهجمت عليهم. دينج كمان من وراها بيكسر سيوفهم، وبضربه واحده بيخلص عليهم هما الاتنين. ياو بتروح تطمن على الواد، لقيته بعدها بيقول ليانج وبيشاور بعدها على اتجاه معين، والغلبان بيموت بعدها. ياو ودينج بيتحركوا في الاتجاه ده، وساعتها بيتصدموا. ايوه معسكر حربي في المكان اللي جنبهم، وبقيادة مين بقى يا صديقي؟ هو مفيش غيره ليانج والنائب بتاعه تشو، وشكلهم كده ناويين على حرب جديده يا عم صديقي. وبعد كل تلك الاحداث بنرجع للسو والفرقه من تاني. راحوا لاول نقطه هيبدا بيها جيش العدو الهجوم، وهي عند ذلك الحصن. بيروحوا لعند ملكه الحصن يعرضوا عليها المساعده، وهي بتوافق فعلا، لان حرفيا العدو عدده ضخم جدا
واحتمال ضئيل انهم يكسبوا. وفي هذه الاثناء كان ياو مع دينج بدأوا في الاشتباك مع العدو بيرمع لهم قذيفة من السهام بتؤدي ان دينج يتصاب في كتفه. ياو قلقان عليه لكنه بيطمنها، بيقول لها اهرب انت وانا هعطلهم يلا بسرعة. لكن ياو بتشد بطن عافية وبتنط في البحيرة دي، بتهرب من الناحية التانية. والسو بفرقتها بيشوفوهم. سو اتعصبت لما شافت دينج مع ياو لسه هتهجم عليها، لكن دينج بيوقفها، قال لها لا دي في صفنا. سو قالت له صف مين يا عم؟ دي اللي قتلت اهل القرية والسبب في خرابها. دينج قال لها لحد دلوقتي الحقيقة مش واضحة، لكن اللي واضح حاليا هو ان الجيش منتظر بره عشان يحاربنا، عشان كده لازم نتحد ونهزمهم مع بعض. سو ما كانتش موافقة في الاول، بس بعد الحاح الكل بتوافق. بيبدأوا يفهموا دماغ العدو تحديدا ليانج. فدينج بيفاجئهم بالمخطوطة دي. ملكة الحصن بتشوف ايه هي، لقيتها مهارة محظورة. المهارة دي ممكن تدمر مدينة كاملة، بس لو الشخص اللي هيعملها ما كانش مناسب هيموت فورا. الكل ساعتها ادرك ان ليانج بيخطط انه ينفذ المهارة دي، بس عشان يعمل ده احتمال كبير يهجم بالجيش كامل. دينج قال لهم لا، لو هو عاوز يعمل كده فمش هيقدر يخش الحصن بأسرع وقت ممكن، عشان كده هو بيخطط يالن جزء من جيشه يهاجمنا، وبالتالي احنا هنتشغل بيهم وهو هيستغل ده وهيدخل الحصن بسهولة وبعدها هينفذ المهارة. طب ايه الحل يا عم دينج؟ قال لهم حاليا لازم نزود الحراسة في المدخل بكل الطرق، لان التضاريس اللي حواليكم مساعدة على اختراقكم حرفيا، وبعدها نفكر على طريقة ندمر العدو وننهي الصراع ده. الكل عجبوا كلام دينج وبدأوا يثقوا فيه جدا. وفي ظلمات الليل يبدأ ليانج بتنفيذ مخططه وارسال جنوده في السر لتسلق هذا السور العملاق. وتاني يوم ملكة الحصن بتجمع الكل عشان يخططوا الحصار اللي عليهم ده، لكن فجأة بيسمعوا صوت كسر وتحطيم في البوابة الرئيسية بتاعتهم. ساعتها ما بقاش حتى في وقت يفكروا يعملوا ايه. فدينج قال لهم الآتي، دلوقتي احنا لازم نبعت الجنود حالا للبوابة الرئيسية ونعزز الحماية، وفرقتي هتساعدكم في ده، انما ياو هي اللي هتتكفل بمعرفة مكان ليانج وتعطيله، وانا هروح لقلب الجيش احارب هناك. الكل بيبدأ التحركات والعدو بيقتحم البوابة الرئيسية، هجوم من كل حتة ونار على الآخر. أبطالنا بيحاولوا يتصدوا ليهم بس العدد كتير جدا. سو اللي معاها بتحاول تنقذ الجنود لكن العدو بيحاصرهم. فملكة الحصن بتوقف الكل باستعمال قوة السيف بتاعها وبتقتل جنود العدو بكل سهولة. لا جامد. بعدها الكل خد الثقة وبدأوا في الهجوم. وفي الوقت ده ياو كانت بتحاول تدور على يانج، بتوصل لمكان الخيمة الرئيسية بتاعته لكنه مش هناك. بس لما بتركز اكتر بتلاقي الخريطة دي، بتعرف مكانه فين فبتتحرك لهناك بسرعة. وقتها دينج بدأ يتحرك مع الجنود اللي تبعه. هوبا سام بتضرب عليهم من كل مكان. دينج بيستخبى بسرعة وبيلاقي اللي هيعميه. ايوه جنود العدو محاطينه من كل المكان، مترقسهم نائب القائد. مين بقى يا صديقي؟ ايوه ومين هو؟ العدو اللدود لدينج، تشاو يا صديقي. دينج قاله ده انت حبيبي تعالى. بيبدأ الهجوم عليه والسيطرة من ايد دينج حاليا. مش بيكمل سنتين على بعض وتشاو بيعرفوا مقامه، بيثبته على الارض زي الذبيحة وخلاص هيفنشه، بس دينج بيفوق له وبينزل له بتقله. وهوبا دينج بيجرح تشاو في وشه. تشاو مش مصدق حرفيا، بيتجنن على الاخر لدرجة انه بياخد الدم بتاعه بيشربه للسيف. فعلا السيف بيتحول للون الاحمر المتعتش للدماء وابلع يلا. تشاو مش بيمس عليه، لا بضربة واحدة بيطير سيفه. بعدها بيغرز السيف في كتفه ولسه هيمتص دم الواد، لا السيف مش بيستجيب ليه. دينج ساعتها بيستغل الفرصة وبياخد الدمية دي وخد يلا. حرفيا رشق الدمية جوه رقبته، وساعتها تشاو بيسقط قاطرا امام عظمة دينج. عاش عليك يا دينج والله. وفي هذه الاثناء ياو اخيرا بتوصل ليانج، لكنها بتتفاجأ لان ليانج بدأ في استخدام المهارة المحرمة، ولو كملت ساعتها الحصن اللي فيه بالجنود بكل حاجة جنبه بالسلامة. سكان القرية بيشوفوا تقلبات في الجو وبيترعبوا جدا. دينج من بعيد شاف كل حاجة. يا ترى ياو هتقدر توقف ليانج ولا هنقول على الدنيا السلامة؟ ده كله هنشوفه دلوقتي. فاكر بقى يا صديقي وقت ما ليانج حصر الملك بتاعه بالجنود الخونة؟ اهو الملك من وقتها مش بيتحرك نهائي ولا بيعطي اوامر، متضايق من ضعفه وعجزه وانه واثق في ليانج وما شكش لحظة انه ممكن يخونه. بس بعدها بيسمع اصوات غريبة، شخص بيقتل في كل الجنود اللي بره. بيدخل بعدها وبتطلع بنت
بتقول للملك ورايا يلا بسرعه. الملك ما كانش فاهم حاجه لكنه بيقرر يسمع كلامها. وبعد شويه وقت بنرجع لملكه الحصن من تاني، بتتذكر رسائل دينج اللي سابها لها الوقت زي ده، فبتقرر تنفذ مخططاته. بتقول لكل الشعب يهرب حالا معاها لقريه قريبه منهم، لان خلاص ليانج شكله هينفذ المهاره حالا وهيدك الارض بمعنى الكلمه. سو تشي ما كانش عاجبهم الكلام، وازاي هيسيبوا دينج لوحده، لكن ملكه الحصن بتسيب لهم الرساله اللي اول ما بيقراوها بيفهموا كل حاجه، فبيتحركوا هم كمان معاها بسرعه. ساعتها هي وكانت بتحاول تتصدى لليانج، بتقول له ليه كل ده؟ ليه انت سبب ورا البلاوه دي كلها؟ انا هقتلك يلا. بتهجم عليه لكن ليانج بيصدها. البنت بتحاول تسد معاه بس ده ليانج يا ماما حرفيا بيجلدها وبيغرز السيف في كتفها. بيقول لها كده انت باي باي يا قلبي، اي كلمات اخيره. البنت مش بترد عليه وخلاص ليانج هيقتلها. فجاه ظهر الوحش العنيف الولد الحريف دينج اللي هيحطهم كلهم في رغيف. بيصد الضربه بكل سهوله. وتعالى يا غالي ده انت جيت في الملعب. ليانج قال له ايه الحلاوه دي؟ هو مش انت برضه ملك السيف الاسطوري؟ تعالى كده ما نلعب معاك شويه ونشوف اللي عندك. بيبدا يهجم عليه ومش بيديله نفس يرتاح، عاوز يخلص عليه قبل ما يتطور اكتر. ولكن هو ده اخرك ولا ايه؟ دينج بيلعبه حرفيا وانه كان لسه بيختبر قوته، ومن شده الهجوم المبنى بيتكسر. البنت بتدخل عليه عشان تساعده، بس انت بتعمل ايه بس؟ بقوتك دي مش هتقدري تعملي اي حاجه للاسف. بينطرها لبعيد وبيوجه كلامه للملك بيقول له شفت بقى مين فينا الملك اللي بجد ولا ايه؟ بس صبرك عليا، هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ ده انا هدمر العالم عن بكره ابيه. بوم بيخبط كوكب الارض، بيعمل زلزال، فيضانات في كل مكان، والوضع قلب مجزره. دينج مش عارف يعمل ايه او يوقفه ازاي من الاساس، وخلاص ما عادش ليك مهرب يا حبيبي. كل الابطال في الوقت ده عارفوا انها النهايه وفقدوا الامل في الحياه، لكن طول ما دينج عايش وموجود يبقى الصعب تحط له حدود. بدون مقدمه هجم عليه ويناوله باللقميات. ابلع يلا. ليانج بيتأثر وبيجيب دم من بقه. دينج افتكر ان هو انتصر عليه، ولكن التاني كان جهز كل حاجة. قلب التعويذة دي لثقب اسود وبدأت تلتهم كل حاجة حواليهم. بوم ليانج طار في السما وهجم على الواد بتعويذة الالف سيف، قرب منه كمان وخلاص كان هينهيه، لكن البنت تبعده على اخر لحظة وبتاخد هي الهجوم بداله. ده كده خلاص وقعت من على السور، ودينج حاول يلحقها، مسكها فعلا، والبنت كانت عارفة ان دي نهايتها. بتقول له اهرب وسيبني هنا، هي دي خلاص نهايتي. بتعترف له بمشاعرها، والواد كان في قمة الحزن عليها. الثقب الاسود بيقرب منهم وقوته بتزيد، بيسحبهم لجوه، لكن البنت بتسيب ايد دينج على اخر لحظة عشان تكسب شوية وقت لاجل انه يهرب ويحاول يوقف هذا المجنون. دينج كان في قمة الحزن عليها ويحاول يتشبث باخر امل ليه للنجاة. كان فاكر ان هو هيقدر على حاجة، ولكن الدنيا مش على كيف حد يا صاحبي. سيفه ما بيقدرش يتحمل وبيتسحب لفوق وهو في قمة الغضب، وبسبب عاطفته الجياشة وبيدافع من ماضيه الحزين قدر يطور مستواه ويوصل للمستوى الثامن. طلع غضبه على الحجر ده وبوم فرتكه. ليانج في الوقت ده ضحك بشر وافتكر انه محدش هيجيبه. تفتكر انه محدش هيجيبه يا عم صديقي؟ لا والله. بوم دينج من وراه وشمعه. ابلع يا حزين. ليانج ما قدرش يوقف الهجوم، والواد ده باين له هيعملها ولا ايه؟ بوم اداله واحده على دماغه، زود في قوته كمان وكمان، وسيفه قلب جمدان. ليانج بيقدر يتعرف عليه وبيعرف ان السيف الاحمر ده من المستوى التاسع او اعلى، وده معناه انه هيتفشخ لها محاله. حاول يهجم عليه ويغدر بيه عشان يغفله، بس ده عمك يلا. هوبا شن عليه هجمات من كل الجهات، 1 2 3 مغربله حرفيا. ليانج حاول يشد عليه لكن ده خلاص قوته خرجت عن السيطره وكسره. سيفه هو كمان بدا يتكسر والثقب الاسود اتشرخ. دينج سبب له جراح كتيره وكان خلاص هيموته، بس على اخر لحظه ليانج بشد حلو بيستعيد عافيته، بيهجم عليه وبيجرحه في كتفه، بيفشخه في كل حته حرفيا. بوم دينج عطى له واحده خلصت عليه وكسرت تعويذه الثقب الاسود بتاعته. ايوه تمت المهمه بنجاح يا بطل. ليانج بيقع ودينج هو كمان بيغمى عليه وبيسقط على الارض. ليانج بيجي
الاتنين دول ينقذوه، ودينج زمايله بيغامروا وبيقدروا ينقذوه. كانوا قلقانين عليه جدا، وبعد 7 ايام الواد اخيرا بيفوق، لكن بيغمى عليه من تاني. وفي نفس الوقت ليانج بيقف قدام الامبراطور بيعتذر عن اللي حصل وبيطلب منه السماح. قال له حسابنا معاك بعدين مش دلوقتي يلا، لكن قول لنا مين علم عليك كده. على حد علمنا في المملكه فيها شويه مرزعين لا راحوا ولا جم، مين عمل فيك كده؟ هو انت اتخذت غدر ولا ايه؟ قال له لا ما اتغدرش بيا ولا حاجه، بس الخصم اللي انا قابلته هناك ما كانش متوقع بالمره. في البدايه افتكرت ان غلطان في شكله، ولكن ده شكل الملك وانج بشحمه ولحمه، فالقوه اللي بيمتلكها دي مستحيل تكون عاديه. دينج في الوقت ده كان بيحلم بحبيبته وبيفتكر كل لحظه قضوها سوا، وكان في قمه الحزن وقتها. لحد هنا بينتهي الموسم الاول من حكايتنا الاسطوريه. لو كنت عاوز تشوف الموسم الثاني فاقسم لك هو جاهز معانا، واقف بس على مرحله المونتاج. فعشان كده يا صديقي لو عايزنا نستمر في هذا العمل عاوزكم توصلوا المقطع ده ل 10000 لايك. صعبة؟ مستحيلة؟ لا ما اعتقدش، انا عارف انكم قدها يا ابطال. فلو كنتوا عاوزين نكمل الحكايه دي اكتبونا في التعليقات كمان. والان استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله.